صباح الخير. النهارده يوم الخميس، يوم 17 اكتوبر. النهارده يوم during the week، يوم شغل، فهيبقى يوم هادي جدا، فحبيت ان انا اخدكم معايا. الايام دي I'm obsessed with ديفاكتو بلاقي فيه حاجات حلوه جدا ترندي والاسعار فظيعه، فهوريكم الحاجات اللي جبتها للشتا من هناك. بصوا ده فطاري النهارده، بيضه مسلوقه، حطيت شيدر، حطيت جبنه. طيب النهارده انا هعمل ايه تاني؟ first of all انا ورايا شغل، فانا هنزل ان انا اشتغل بره، لان انا شغلي from home، فساعات كتير ببقى حاسه اللي هو لا كفايه كده قاعده في البيت، اخرج اشوف الناس شويه. تاني حاجه، زي ما قلت لكم عايزه اوريكم الحاجات اللي انا جبتها من ديفاكتو، وبرضه هروح الجيم بالليل، فيعني هنقعد نقضي اليوم كده مع بعض. عزيز علي من سنين، عزيز علي مش عشان مشهور. يمكن اكتر حاجه بتسأل عليها هي شعري، فقلت ان انا اجاوب معاكم كده معظم الاسئله او ال frequently asked questions اللي هي بتفضل تجيلي على طول. طيب اول حاجه، انا ازاي طولت شعري؟ تطويل الشعر ده بيبقى حاجه داخليه، يعني من الغذاء، هي خليه زي خلايا الجسم كلها، فهي غذاء، هي ان انتوا تحافظوا على صحتكم النفسيه، ان انتوا هرموناتكم تبقى متظبطه، كل الحاجات دي هي اللي بتاثر على طول الشعر، مش برودكت بيتحط خارجي. حاجه تانية انا عايزه اقولها جدا، تطويل الشعر لو انت فعلا عايزه تطويلي شعرك، حاولي ان انت ما تقصدوش خالص. في موضوع قص الاطراف، في ناس بتقص شعرها كل شهر. يا جماعه عايزه تطولي شعرك ما تقصوش، لان الشعر طبيعي بيطول مثلا سنتي 2 بالكتير قوي في الشهر، وانتي تروحي جايه قصص من ال2 سم يمكن بتقصي 3، وبعدين انتي تقولي هو انا شعري ما بيطولش ليه؟ طب ما انتي عماله تقصيه، كل ما حاجه تطول بتتقص. قص الاطراف خليها لما شعرك يبقى متبهدل جدا، وكل فتره مش كل شويه تقصي الاطراف على اساس ان شعرك هيطول. طيب تاني حاجه بقى، بالنسبه لطول الشعر، ازاي طولت انا شعري؟ انا بهتم بغذائي زي ما قلت، طول الشعر دي حاجات من جوه الجسم، اللي بيأثر عليها هو الغذاء، فاهتمي بغذائك كويس. حاجة تالتة انا برضو بلاحظها، بس I'm not 100% sure، بس دي حاجة بناء عن تجربة، ان انا باخد فيتامين اسمه limitless woman. انا مش باخده عشان by the way ان انا اطول شعري، او مش باخده للهدف ده، انا باخده as a vitamin، بس النتيجة ان انا بلاحظ ان هو بيساعد على ان شعري يطول. طيب تاني سؤال بيجيلي على شعري كتير قوي، انتي بتعملي شعر الكيرلي ازاي؟ هو بيبقى بسيط قوي في عمايله، بس هو بيعتمد على سرين، لو السرين دول انتوا عملتوهم الشعر بيطلع حلو جدا. اول حاجه، انا لما بدخل استحمى، لما بخلص مش بنشف شعري خالص ولا بعصره، بخليه بميته كلها، وبعدين لما بطلع بحط عليه زيت فاتيكا، بحطه من فوق من عند الحتت دي الجذور عشان يغذي الشعر. بعد كده بستخدم البرودكتس السحري الاكتشاف. لكن ده ليه اكتشاف؟ هو مش مجرد برودكت بيعمل شعر كيرلي، هو بيخلي الشعر يثبت على ان هو كيرلي، هو بيلم الهيشان. وشعري مبلول بعد ما بحط الزيت، وشعري مبلول بحط كميه كبيره منه، يعني الجزء الواحد بقسمه حتتين، وكل جزء بحط فيه كميه كبيره، شبه بغرق الشعر بالبرودكت ده. وبعدين اروح عامله الضفيرتين اللي انتوا شايفينهم دول بتسأل عليهم كتير قوي ازاي بتعمليهم. هحاول اصور لكم فيديو تاني ان انا اوريكم الطريقه واحده واحده كده، بحيث ان الناس تعملها، لان هي محتاجه تعود، هي سهله بس محتاجه ان انتي تتعودي عشان تعرفي تعمليها كويس. السر التاني بقى اللي بيخلي الشعر يفضل ويفي، والويفي بتاعته تطلع defined وتفضل قاعده معاكي وقت طويل، هو ان انتي تعملي ان الضفيرتين دول تسيبيهم اتليست 24 ساعه. بصوا احلى حاجه في الضفيرتين دول ان هما شيك، فتقدري ان انتي تقضي بيها اليوم، هتروحي الجامعه بيها، تقضي بيها يومك عادي. بعدين لما تفكوهم بقى هتلاقوا الكيرلز شكلها ديفايند قوي، وبعدين هتقعد معاك وقت طويل. كنت زمان اقول تقعدوا بيهم اتليست 12 ساعه، لا دلوقتي 24 ساعه، تقعدوا يوم كامل بيهم. اليوم اللي بعده تفكوا الكيرلز هيبقى شكلها فريش قوي، اليوم اللي بعده كمان الكيرلز هتفضل شكلها حلو. تقدروا ان انتوا بقى من بعد اليوم الثالث تقدروا ان انتوا تعملوا ستايلينج، بس هتلاقوا ان هي شكلها حلو جدا وشكلها فريش كده. وفي نفس الوقت بحب الضفيرتين
ان هي مش بتدي الكيرلز اللي هي الكويلز دي، هي بتدي ويفز كده، بيتش ويفز. عارفين كأنكم جايبين البيبيليس اللي هي بتعمل البيتش ويفز، ده المنظر اللي الكيرلز بتاعت الضفاير بتديها لكم. فانتوا عندكم تسريحه حلوه جدا بتقعدوا بيها اول يوم، وبعدين عندكم الكيرلز لما تفكوا ضفاير برضو بيبقوا شكلهم حلو قوي. طيب برضو تعالوا اوريكم تريك للشعر حلو قوي. بصوا انا الفراغات اللي هي هنا usually بعملها بالقلم. القلم ده انا بجيبه عشان مفروض ان هو بيداري الشعر الابيض، كأنه صبغة مؤقتة للشعر الابيض. بس في بقى حل تاني تعملوه، وحل عندنا كلنا، تجيبوا اي شادو بني وتجيبوا مش فاكرة اسمها ايه دلوقتي، وتجيبوها كده وتحطوها على الشعر من جوه خالص، تمام. وبعدين بالناحية التانية اللي هي العريضة بقى تبدأوا توزعوا البرودكت بيها. الشادو بيدي منظر ناتشرال جدا، مش بيبان ان انتوا حاطين اي برودكت، بيبان كأنه لون كده انتوا حاطينه، لانكم بتملوا فراغات الحاجب ذات نفسه. يعني اظن انتوا شايفين الفرق، وفي نفس الوقت هو باين ناتشرال قوي، مش باين ان هو انتوا حاطين حاجة. نعمل هنا برضو كده والشعر يبان اتقل بقى، يعني بصوا تعمل سحر. فاي حد عنده شادو استخدموه بالطريقه دي، هيفرق قوي في شكل الشعر. بقولك ايه صحيح، اكتشفت ده الحمام الكريم اللي انا بستخدمه حاليا من ايفا. حاجه تانية السعر بتاعه حلو جدا. I think ده كان ب 300 جنيه مقارنه باللي انا كنت بجيبه، سعره خرافه. وعلى فكرة الملمس بتاعه كله كويس جدا، يعني بجد حبيته قوي. ف I highly recommend ان انتوا تجربوه. انا دلوقتي قعدت اشتغل شوية، الساعة I think دلوقتي 12. يس الساعة دلوقتي 12. فانا قعدت اشتغل شوية، وبعدين نازلة دلوقتي ان انا اكمل شغل بره. انا كنت عايزة ان انا اشتغل بره شوية، وما اني نازله بس ان انا اقعد في كافي شوب، مش رايحه حته قوي، هحط بس بادي سبلاش، مش هحط برفيوم. يا رب الجو كده يفضل كده على طول، انا تعبت من الحر قوي. اوكي جايز، انا دلوقتي خلصت شغل، راجعه البيت بقى. I think هاكل وبعدين اوريكم الحاجات اللي انا جبتها من ديفاكتو. جماعه بجد في حاجه من الحاجات اللي انا جبتها، هو كله حلو بس في قطعه واحده I'm obsessed with، وحاساها ان هي مختلفه عن ستايلي بس ستيل حباها قوي. anyway انا هوريكم الحاجات، اوصل البيت واوريها لكم. تعالوا بقى نشوف الحاجات مع بعض. عايزه اقول لكم ان الاوردر ده وصل لي على مرحلتين، ففي حاجات جربتها وحاجات لا. بس في حاجه انا كنت متحمسه لها قوي وطلعت جامده جدا. لسه حتى اصلا النهارده وانا بره شفت واحده لابساه خطير، لونه تحفه. قبل ما ننسى، انا عندي اصلا ديسكاونت بيديكوا 10% اوف على الاوردرات بتاعتكم بتاع ديفاكتو لو جبتوها من الويب سايت. وديفاكتو فوق ان اسعاره حلوه على طول عامل ديسكاونتس، ف you can place the order. وكمان يا جماعه الناس اللي هي بتبقى خايفه ان الاوردر بتاعها يطلع مش المقاس او ما يطلعش حلو، انتوا حتى لو جبتوا الاوردر اونلاين انتوا تقدروا ان انتوا تروحوا الستور وترجعوه بنفسيكم، وبيرجع لكم فول ريفند عشان هم عندهم ريفند بيريد. فما تخافوش ان لو الحاجه ما جاتش مقاسكم او ان الحاجه طلعت مش اللي في دماغكم، ستيل تقدروا ان انتوا ترجعوها او تبدلوها زي ما انتوا عايزين. anyway خلينا نبتدي. اول قطعه هو البنطلون ده من الحاجات اللي طالعه ترندي جدا، اللي هو يبقى احمر وفيه خط كده. هو طالع منه الوان كتير ترندي، واظن عندهم ازرق واخضر منه، بس انا حبيت الاحمر. الناس اللي متابعيني من زمان عارفه قد ايه انا بحب الاحمر، ولونه خطير. والبنت اللي هي كانت لابساه بجد it was so stylish وكان بوب كده، كان حلو جدا. تعالوا البسوا واوريهولكم. بصوا هو ده كده البنطلون، بجد يا جماعه حلو قوي ومريح جدا. ده للجامعه خطير، كاجوال ورك انفايرمنت خطير، نزول عادي مع صحابكم حلو قوي. وبعدين عندنا البلوفر ده كروبد واسع كده ولونه بينك حلو قوي. طبعا الاثنين يا جماعه مش على بعض خالص.
انا بس اوريكم البلوفر دلوقتي، فلا جامد قوي البلوفر ده. وبرده ينفع للجامعه، طبعا لازم تلبسوا تحتيه طب عشان هو واسع هيسقعكم من غير طب، بس غير كده هو حلو قوي. I love الكولر بتاعه. وعلى فكره في منه للاطفال عجبني جدا، يعني انا شفته برده للاطفال كده، حسيت اللي هو لفريده يبقى حلو قوي. السكيرت تحفه، السكيرت بيرفكشن. اولا هي من الحاجات الموضه لان لونها البرجندي، ثانيا الموديل بتاعها كلاسيك قوي، دي ليذر سكيرت، لو الماتيريال مش باينه هي المفروض ليذر سكيرت، فالموديل بتاعها كلاسيك سبنسل سكيرت، روعه بجد عجبتني جدا. وكمان عشان اللون بتاعها موضح هتلاقوا حاجات كتير تلبسوها عليها. بعد كده جبت الكارديجان ده برضو لون من الالوان الترندي اللي هي البرجندي. بصوا ده برجندي غامق كده مدي على بن، and this is a very cherry red burgundy، فالاتنين حلوين قوي. والكارديجان ده بيحرق جدا يا جماعه، او يمكن انا حرانه دلوقتي الله اعلم، بس هو تقيل لا عجبني جدا. و it's such a classic piece. يعني هعمل لكم عك ما بعده عك دلوقتي، هقص لكم الجاكيت فوق الكارديجان فوق السكيرت 3 shades 3 different shades، بس تخيلوهم معي معلش عشان مش قادره اغير يعني. طبعا عايزين ستايلينج الناحيه التانيه، بس والله ما قايل لا. بعدين جبت الجاكيت ده برضو من الحاجات الكرافت. انا بحب جدا جاكيتس الكرافت، بس هي ان هي بتبقى كول قوي، بتدي المنظر الجاكيت منظر كاجوال اكتر بسبب ان هي كرافت وبوكسي كده. واللون بتاعه من الالوان الترابيه اللي هي برضو موضه وبتبقى حلوه قوي زي ما انتم شايفين على التشيري ريد، سواء التشيري ريد الفاتح او البرجندي الغامق، تحفه الاتنين مع بعض. بصوا هو الزراير بتاعته ذهبي كده كيوت، في زرار زياده. دي كده الحاجات اللي انا جبتها، هسيب لكم الارقام بتاعتها في الوصف لو انتوا عايزين ان انتوا تعملوا اوردر من دي فاكتور. كمان يوز الديسكاونت كود باي ذا واي، بجد بيفرق ان انتوا تشتروا الحاجه وعليها 10% ديسكاونت زائد الديسكاونتس اللي هما بيبقوا عاملينها every now and then، ف it will be good for you. وبس كده انا هروح اقلع بقى عشان اللبس شتوي قوي ولسه الدنيا مش ساقعه، فهروح ان انا اقلع واكل عشان جعانه جدا. وبعدين I think ان انا هنزل الجيم دلوقتي. نزلت دلوقتي الساعة 7:30 رايحة الجيم، تقريبا ده هيبقى اخر حاجة في يومي. بعد كده اليوم كله هيبقى بقى ايه، ان انا ريلاكس اتفرج على المسلسل بتاعي اكمل شكور. فبس هوريكم برضو انا لابسة ايه وانا هناك في الجيم. تعرف ارسم جهاز في الجيم واللي يقول لك غير كده بيكدب عليك، جهاز بجد رسم قوي. دلوقتي الساعة 9 كده، يعتبر بقى لي ساعة ونص في الجيم، اكتر من ساعة ونص في الجيم. النهارده التمرين كان كبير شوية لير داي، فدخلت معاه ابس فكان تمرين طويل. انا دلوقتي مروحة، عايزة اقول لكم حاجة، انا الجيم بعيد عن بيتي مثلا حوالي ربع ساعة تلت ساعة، فا I decided ان انا دايما اروح الجيم ماشي وارجع ماشي، ما اعملش كارديو في الجيم لان انا بزهق جدا في الكارديو وبستمتع جدا بالمشي. فلو الجو حلو ومش نازله الصبح في الشمس على طول رايحه الجيم ماشي وراجعه ماشي. فيس انا هروح دلوقتي اخد شاور وقتين هنام، يعني مفيش حاجه هعملها قوي.